قبل اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء أمس الخميس، حيث تفاجأ الجميع بقرار رئيس النادي الأهلي الذي كان قد أعد خطابا رسميا للاعتذار عن خوض الانتخابات المقبلة، بل وإعفائه من إدارة شؤون النادي خلال الأسابيع المقبلة للسفر للعلاج خارج البلاد. وأرسل الكابتن الخطيب صورة من هذا الخطاب لمدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي الكابتن جمال جبر، وأحد المسؤولين الكبار عن قناة النادي الأهلي، من أجل إذاعة ونشر هذا الخطاب بشكل رسمي. وسبب اعتذار الكابتن محمود الخطيب عن انتخابات النادي الأهلي هي المشاكل الصحية التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، والتي زادت عن الحد مؤخرا، جعلته يخضع للفحوصات الطبية في الخارج، كما أنه يعاني من ضغوط أخرى يسعى للإنهاء منها بقرار الرحيل حتى يبتعد عن هذه الضغوط. ولم يكمل الكابتن الخطيب الجلسة وغادرها قبل نهايتها، لكنه حرص على التقاط صورة جماعية مع جميع أعضاء المجلس قبل المغادرة، ثم اختفى عن الأنظار ولم يتوصل له أحد منذ مغادرة المجلس أمس، حيث أغلق جميع هواتفه رافضا التواصل مع أي مسؤول في النادي. هل في رأيك رحيل الكابتن محمود الخطيب عن النادي الأهلي هيأثر على النادي الأهلي؟ ما تنساش الاشتراك في